أهلا يا حلوين، كيفكم؟ أنا حور ورجعت لكم بمقطع جديد، واليوم راح أسوي معاكم الكيكة الشهيرة، كيكة تايلور سويفت. طبعا أنا شفتها كثير بس ما كان في بالي إني أسويها صراحة، لكن واحدة من المتابعات طلبت إني أسويها وأنا ما أقدر أردكم، فحطوا لايك وخلونا نبدأ. طبعا أنا والكيك علاقتنا مو طيبة أبدا. أنا إنسانة ما أحب أسوي تزيين كيك، مرة متعب ومجهد، فقلت خليني أسوي الكيكة هذه المرة بأقل جهد ممكن. عشان كذا رحت تسوقت وجبت كيك جاهز وكريمة جاهزة، وبعدين رحت أشوف قوالب الكيك وجبت هذا القالب، ترى مكان رخيص يعني، فعشان كذا حطوا لايك. اول شي راح نبدا نسوي الكيك، وراح اسويه بنفس الطريقه اللي خلف العلبه، لكن اللي حصل انه ما كان عندي الا بيضتين والطريقه فيها 3 بيضات، فايش اسوي يعني؟ اكنسل؟ لا طبعا مو انا اللي اكنسل خططي، فراح اكمل على بيضتين بس. راح اخفق البيض لوحده اول شي عشان ينفش معاي البيض، وبعدين راح اضيف عليه الزيت والمويه. بعدين اضيف خليط الكيك. لوهلة حسيت انه الوعاء اللي عندي ما راح يكفي وراح اجيب العيد، لكن الحمد لله مع الخفق صارت الامور طيبة يعني. المهم اخذت قالب الكيك وحطيت فيه ورق زبدة، وبعدين راح اصب خليط الكيك وادخله على الفرن. طلعتها من الفرن ودخلت عود وتأكدت انها استوت تماما. راح اتركها على جنب تبرد وابدأ اجهز الشيء اللي كأنه ما ادري هو عادي اقول في المقطع في اليوتيوب ما يقولون شيء، ما اعرف. المهم انه حطيت موية وبعدين حطيت شوية نشا واضفت عليهم ملون طعام احمر، وكمان قلت عشان اعطيها نكهة راح اضيف شوية فيمتو. راح احطهم على النار الين شوية يثقل معاي الخليط، يعني ما راح اخليه يثقل مرة. بعد كذا جبت هذا الشيء وراح اعبيه بالصوص الاحمر اللي سويناه. بعدين راح اخذ بالون، اخترت البالون الابيض عشان الكيكه راح تكون لونها ابيض، وراح اعبي البالون بالصوص. طبعا عشان اتفادى اني اوسخ الدنيا حطيت صحن من تحت وعبيت البالون. المهم هذا الحجم اللي قدرت اوصل له. جبت كريمة جاهزة وخلف العلبة مكتوب انه مو لازم انه نبردها، يعني عادي نستخدمها بدرجة حرارة الغرفة. هذا هو قوام الكريمة، لكن أنا حسيت إنها تحتاج فوليوم، فراح أخفقها لكم دقيقة كذا وبعدين راح أتركها على الجنب ونستخدمها. فكيت الكيك بعد ما برد وراح أقسمه ل3 أقسام، يعني راح أسويه 3 طبقات. بس أول شي شلت القبة اللي فوق هذه، وبعد كذا قلبت الكيك وشلت ورق الزبدة وراح أبدأ أقسمه. طبعا حاولت اني اصور لكم وانا اقسم الكيك، لكن حسيت انه ما في داعي تشوفون يعني. المهم هو في اعياد صارت، لكن عادي جدا. قدرت اني اسوي الطبقة الاولى، وهذه باقي الطبقات صارت جاهزة معاي. والحين راح نبدأ ندهن الكيك بالكريمة، لكن اول شي راح اجيب اقماع واعبيها بالكريمة. طبعا الكريمة هذه كانت مرة ثقيلة، فحسيت انه راح اجيب العيد وانا اوزعها، خصوصا انه الكيك قوامه كان شوية يتفتت، فخفت انه من جد اجيب العيد. وغير كذا انه كمية الكريمة تفاجأت انها يعني مو كثيرة، فخفت انها ما تكفيني واضطر اني اطلع اجيب كريمة، وهالشي راح يأخرني وراح تروح الشمس وانا معتمدة في اضاءتي على الشمس. فقلت لا حبيبي خليني استخدم كمية بسيطة بس ادهنها كأني ادهن جبنة، ما كأني ادهن كريمة.
وجهزت الطبقة الأولى والحين لازم أحط عليها الطبقة الثانية. وهنا كانت أكبر مشكلة واجهتها، إني خايفة كيف راح أحط الطبقة الثانية بدون ما تتكسر وتتفتت وتتقسم. الوضع كان جدا مزري، وكان وقتها برق ورعد ومطر برا، يعني زادني الجو هم فوق الهم اللي كنت فيه. بس الحمد لله أخذتها خلف التصوير وقدرت إني أحط الطبقة الثانية، واكتشفت إنه التصوير هو اللي يخليني أتوتر وأجيب الأعياد، يعني خلف التصوير كل شيء يكون تمام وسلس. بعدين بديت أسوي الكريمة للطبقة الثانية، ونفس الشيء دهنتها كأني أدهن جبنة عشان تكفيني، بس في الأطراف أركز إنه أحط كمية كريمة كويسة. بعدين حطيت طبقة الكيك الثالثة، وهذه كانت سهلة ما واجهت معها مشاكل الحمد لله. وبس الحين راح أدهن الكيك كامل بالكريمة. طبعا هذه راح تكون طبقة الكريمة الأولى، فمو لازم إني أعبي الكيك تماما بالكريمة. بعد كذا دخلت الكيك على الثلاجة تجمد طبقة الكريمة الأولى وطلعتها، وبعدين راح أعمل حفرة في النص عشان أحط فيها البالون. أحسب إنه البالون حجمه صغير، لكن اكتشفت إنه مرة كبير، فحاولت إني أكبر الحفرة اللي عندي وأحط البالون، ولسه باقي كمان كذا من فوق قبة، لكن مو مشكلة، راح أحاول إني أرجعها بالكريمة. المهم بعدين راح نحط طبقة الكريمة الثانية. وزعت طبقة الكريمة الثانية وتعبت مرة وأنا أحاول إني أساوي الكريمة، خصوصا إنه كمية الكريمة اللي عندي ما كانت كثيرة، خلاص هذه آخر كمية عندي يعني. بس مرة متعب الموضوع صراحة. حقين الكيك يستاهلون كل ريال يندفع، ومو غالي أبدا، أي سعر يطلبونه مو غالي أبدا، لأنه من جد الموضوع متعب ومجهد. المهم يعني حاولت إني أساوي الكيك قد ما أقدر، وهذه اللي طلع معاي. آخر شي راح أزين أطراف الكيك. طبعا القبة اللي طلعت معاي بسبب البالون راح أحاول إني أرجعها كمان بالكريمة. وبس هذا هو الشكل النهائي للكيك. والحين لازم نسوي البروفا حقت تايلور سويفت ونطعن الكيك. شعور التطعيم صراحة كان مؤلم. تعبت وانا اسوي الكيكة هذه وفي الاخير كذا. المهم الشيء هذا الاحمر كان المفروض انه يكون اثقل من كذا، لكن ما اعرف ليش ما جمد معي لما برد. توقعت انه راح يثقل معي، لكن مو مشكلة. كان محتاج شوية ملون طعام اكثر عشان يعطيني لون احمر اكثر، لكن أنا راضية صراحة. أهم شيء إني خلصت التجربة وسويتها. لكن هل التجربة هذه تستحق التعب هذا كله؟ لا طبعا. غير كذا شايلة هم الحوسة اللي صارت حولي، وملون الطعام اللي صار في كل مكان، وكيف الكيك راح ينأكل بعد الشيء الأحمر هذا يعني. لكن مو مشكلة، راح أحاول أنظف الكيك وأشوف له حل يعني. قسمت لي قطع عشان أجرب الكيكة وكانت لا بأس فيها. بعدين رحت نظفت الكيكة وقسمتها وحطيتها في علب وراح أقطع أوزعها وبس. والله هذه كانت تجربتي لكيكة تايلور سويفت. راح أقيم التجربة هذه 7/10. هي تجربة حلوة لكنها متعبة وما تسوى الكم ثانية هذه اللي راح نطعن فيها الكيك. والله يعني أحس 7 كمان كثير عليها. وبس والله لا تنسوا اللايك، أهم شيء اللايك، لأنه تعبت مرة في هذا المقطع. وبعدين إحنا ما باقي شيء نوصل 800,000 ومعلقين زمان في 700,000. خلونا نطلع ونوصل على 1,000,000 بسرعة. فاشتركوا في القناة وحطوا لايك، وأحبكم. أشوفكم بالفيديو الجاي على خير. مع السلامة.